في حلقة اليوم راح نذكر لك لاعبين دمروا أنفسهم. أول لاعب هو جورج بيست، أحد أساطير مانشستر يونايتد في الستينات. قام بتدمير مسيرته بسبب إدمانه للكحول والنساء والسهر، وأجرى عملية استبدال كبد بعد تلف كبده بسبب الخمر والمشروبات الكحولية، وتوفى عام 2005. ثاني لاعب هو رونالدينيو. بعد 5 سنوات تاريخية لهذا الساحر مع برشلونة والبرازيل، انهار مستواه بشكل مفاجئ منذ انتقاله لميلان. تراجع مستواه البدني بشكل كبير بسبب النوادي الليلية وشرب الخمور، ودخل السجن أيضا مما عجل في انتهاء مسيرته. ثالث اللاعبين عندنا اليوم هو أنيلكا، الفرنسي الأكثر انتقالا للفرق بسبب أنه لم يكن يتقبل المدربين والخطط والتعليمات. كان مرة قذف مدربه بكلام غير لائق، دومينيك مدرب منتخب فرنسا، وتم استبعاده بعد. كان صعب التواصل معه لأنه عنيد. هذا اللاعب لا يسمع لكلام أحد، وعليه اذكر لنا لاعب دمر نفسه تبينا نتكلم عنه في المقطع القادم. سلام.